السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في خبر جديد، وكالعادة زي ما انتم متعودين لو أول مرة تشوفنا أو تتابعنا يا ريت إنك تشترك في القناة عشان تتابع كل جديد لو أنت مهتم يعني. وما تنساش كمان تضغط زر اللايك زي ما أنا بقدرك وبعمل لك فيديوهات وبقول لك الأخبار بآخرها. كمان أنت تقدرني وتعمل زر لايك تشجيعا منك ولا أسئلة. السؤال اللي كل الناس بتسأله حاليا أو كل طلبة الثانوية العامة بتسأله حاليا: هل هيكون امتحانات الثانوية العامة سواء أولى ثانوي أو تانية ثانوي أو تالتة ثانوي هتكون من المنزل أو من المدرسة؟ طيب عشان نبقى متفقين، هي كلها إلكترونية زي ما احنا عارفين، إلكترونية يعني على التابلت، تمام؟ طيب السؤال بقى هنا الأهم، بما إنها إلكترونية، هل كده بقى هتبقى من المنزل ولا هتبقى من لجان امتحانية في المدرسة، ولا إيه الظروف بالظبط عشان احنا مش عارفين؟ طيب اللي بيدار حاليا هو إن مفيش قرار نهائي في الموضوع ده. يعني ايه؟ يعني مفيش قرار فاصل يقول انها في المدرسة، مفيش قرار قاطع يقول انها في البيت او من المنزل. طيب هل طيب ماشي يا مستر، احتماليه انها تكون من البيت قد ايه واحتماليه انها تكون مدرسه قد ايه؟ طيب الاحتماليه الاكبر الكبيره جدا بالنسبه لثالثه ثانوي، بس يعني ثالثه ثانوي لازم 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 بنسبه لا تقل عن 100% يعني يكون من المدرسه في لجان امتحانيه، ولازم تطبق بشكل رسمي في المدارس. وده طبعا تطبيقا لقانون الدوله او القانون بتاع الدستور اللي بينص على ان تقام اللجان او تقام امتحانات الثانويه العامه في لجان داخل المدرسه على ارض الواقع. ده بالنسبه لثالثه ثانوي. طب بالنسبه لاولى ثانوي وثانيه ثانوي، تانية اولى ثانوي وثانيه ثانوي ما لهمش قانون بينص على كده، فعادي جدا انهم يمتحنوا في المنزل. ولو حصل لا قدر الله ارتفاع في عدد الحالات زي ما احنا شايفين حاليا، وده بيحصل حاليا، وزي ما احنا متابعين ان الدنيا كلها عماله تزداد في امراض كورونا وما الى ذلك، هيتم امتحان الطلاب دول من المنزل. طيب يعني هي نسبة قد ايه هتكون من المنزل ونسبة قد ايه هتكون من المدرسة؟ نسبة 70% هتكون من المنزل و30% هتكون من المدرسة. يعني النسبة الأكبر إن الامتحانات دي هتكون من المنزل، ولكن نماذج مختلفة، طرق مختلفة، حاجات كتير مختلفة عشان ما يتمش التسريب والغش والكلام ده اللي حصل من السنين اللي فاتت أو اللي حصل السنة اللي فاتت أو زي آخر مرة امتحنتوا فيها ده. يعني ملخص الفيديو عشان تبقى عارف راسك من رجليك: تالتة ثانوي هتمتحن في المدرسة طبعا، ده لازم وده أكيد، ايا كانت الطريقه اللي يمتحنوا فيها لازم في المدرسه. اما اولى ثانوي وثانيه ثانوي فنسبه عظمى او نسبه 70% هتكون امتحاناتهم من المنزل مش من المدرسه. ده كان كل حاجه حابب اقولها في الفيديو. عندك استفسار او سؤال تقدر تسيبه لنا تحت في الكومنتات وانا ارد عليك. عندك عايز تقول لي اي حاجه تتواصل معايا، الجروب بتاعنا فيسبوك اسفل، الصفحه بتاعتنا اسفل في الفيسبوك برضه هتلاقيها اسفل في الديسكربشن. بس اشوفكم في الفيديوهات الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.